تكون ذنوب خلوات، نسأل الله العافية. ذنوب الخلوات لها تأثير في رد الدعاء؟ أفا كيف؟ ذنوب الخلوات هذه سبب أحيانا لقطع الأرزاق. لذلك الحال إذا أردت أن توفق وأن يعينك الله وأن يسددك فاحذر من ذنوب الخلوات. ولهذا يقول إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. عرفت؟ فالواحد إذا استشعر أن الله يراني في أي وقت وفي أي حال، وكما قلنا من قبل الله أعلم بحال عباده، الله أعلم بأحوالهم، الله أعلم بما في صدورهم. ولهذا إذا أنت استحيت من الله فالله يعلم أنه ما ترك هذه المعصية وما يراه فيها أحد إلا خوفه من الله. أو قد تكون ذنوب خلوات، نسأل الله العافية.